ايه هي الاعراض اللي ممكن يشتكي منها مريض اورام البنكرياس؟ قبل ما اتكلم عن الاعراض اللي ممكن يشتكي منها مريض اورام البنكرياس لازم الاول نتفق على قاعده عامه في الاورام. مش معنى وجود الاعراض ديت ان الورم موجود. في اسباب كتير جدا بتعمل الاعراض دي، من ضمنها الاورام، ولكن اخطرها الاورام. علشان كده وجود الاعراض دي عند المريض بيخلينا نشتبه في وجود الاورام، وبالتالي يتوجب علينا ان احنا نعمل فحوصاتنا الدقيقه عشان نستبعد وجود الاورام ونطمن المريض، او نتاكد من وجود الاورام ونشخصها بدري ونعالجها بدري. وده بيفرق جدا مع المريض وبيعلي نسبه الشفاء. ايه هي الاعراض بقى اللي ممكن يشتكي منها مريض اورام البنكرياس؟ بالنسبه لي اول عرض واهم عرض دايما بيجي لي بيه مريض اورام البنكرياس وجع في الجزء العلوي من البطن، في منتصف البطن، بيسمع في ظهره من ورا. الاقي دايما المريض جاي لي مميل لقدام او ماسك مخده ومميل لقدام من شده الوجع. وهنا بقى لازم اتكلم مع حضراتكم في نقطه مهمه جدا. مش لازم نستنى لغايه ما يبقى الوجع شديد ويسمع في الظهر من ورا. بمجرد وجود الوجع في البطن لازم نلجأ للطبيب فورا، علشان بنعمل فحوصاتنا الدقيقه اللي تبقى في صوره اشعه مقطعيه بالصبغه الورديه علشان نستبعد وجود الاورام. ايه الاعراض الثانيه اللي ممكن يشتكي منها مريض اورام البنكرياس؟ الترجيع المستمر، فقدان الشهيه، نزول جامد في وزن المريض، بالاضافه لزياده نسبه الصفرة في الدم. نلاقي عينيه بقت صفرة، لون الجلد بقى اصفر، لون البول بقى غامق زي لون الشاي، بالاضافه الى اضطراب نسبه السكر في الدم في حاله وجود الاورام الوظيفيه في البنكرياس. وجود الاعراض دي عند المريض لازم المريض يلجأ فورا لدكتور الاورام علشان يستبعد وجود اورام البنكرياس. وربنا يتمم شفاكم على خير.